السلام عليكم البنات. اليوم جيت معكم نديرو وصفه تاع مربى المندرين. ها هو وقتها بركه. نبداو على بركه الله. عندنا هي كل كيلو تاع مندرينه فيها 900 ولا 800 غرام تاع سكر، ونديرو نص حبه تاع قارص. انا خديت 500 غرام مندرين، نديرو 400 غرام تاع سكر ونص حبه تاع قارص قطعه طرونشات. نبداو على بركه الله. نجيبو كاسرون هكا، نحكمو نقيو المندرين تاعنا. هكا من بعد ما قشرتها الميزان طاح لي طاح الميزان تاعها، كانت 500 ولات 400 غرام. دوكا نولي نقص في السكر 100 غرام، نرجع 400 تاع مندرين و300 غرام تاع سكر. نحكمو المندرينه تاعنا، نقسموها، نحيو لها هاد الزوائد، الا كان فيها علف نحيوه لها. هذه تاعي مليحه هكا، نحلوها هكا ونحطها في الطنجره تاعنا طالع. هكا نحيو هذو القشور البويض الكل ونحطها. دوك بعد ما قشرناها نحينا لها الخيوط هذوك، نجيبو السكر تاعنا نضيفوه لها، نضيفو السكر ونحكمو نلبسو هكا، نخرجو لها الماء تاعها غير بالعقل، بالعقل برك باه ما تسردوش هكا. هكا ها حتى يخرج الجوي تاع هذاك الكل هكا، غير بالعقل نطير الجوي هذاك هكا. شوفوا شكلها، ها هي خرجت الجوي تاعها الكل. الجوي هذاك دارنا السكر، دوكا نضيفو لها السيترون تاعنا قارص ونحطوها على نار مدة 5 دقائق. نجيبو السيترون تاعنا قارص ونضيفوه فوالا، نحطوها على نار دركا. انا حطيتها على نار تكون متوسطه ونخليوها حتى تبدا تغلي. بدات تغلي، كي بدا يغلي المربى تاعنا هكا 5 دقائق، نطفو عليه النار ونحطوه يبرد خلاص، نحطوه يبرد تماما. هاو بعد ما غلا 5 دقائق نطفيو عليه ثاني يبرد تماما. هاو بدا يغلي، دوكا نحسبولو 5 دقائق ونطفيو عليه. شوفوا كيفاه ها وجد المربى تاعنا ولا المعجون. دوكا نطفيو عليه النار ونحطوه يبرد. شوفوا القوام تاعو، شوفوا كيفاه يجي، الله يبارك ما شاء الله. انكم تجربوه، طريقته سهله جدا ويجي ذوقه رائع. هاو البنات شوفوا كيفاه وجد، نتمنى لكم تجربوه، يجي ما شاء الله. ووقتها دركا ما تنساوش ابوني ولايك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.